السلام عليكم واهلا بيكم يا باشمهندسين يا معماريين يا قادة الفرق الهندسية واصحاب المكاتب الاستشارية. انا محمد الدجلة وسعيد جدا انكم موجودين معايا النهاردة. لو انت هنا فانا شبه متأكد انك حاسس بنفس الاحساس المحير اللي كتير من زمايلنا في المجال بيحسوا بيه. الاحساس ده هو التناقض العجيب بين شطارتك وقدراتك الفنية الجبارة وبين نتائجك على أرض الواقع في البيزنس. أنت ممكن تكون قادر إنك تحل أعقد المشاكل الإنشائية وبتطلع تصميمات عبقرية وشغلك اللي بتقدمه فعلا بيتكلم عن نفسه من كتر جودته. لكن لما الموضوع بيجي عند حتة نمو البيزنس بتاعك، نمو مكتبك، تحس كأنك بتتكلم لغة تانية خالص، كأن في جدار شفاف، جدار مش متشاف بيفصل ما بين براعتك الهندسية دي وما بين قدراتك على انك تجذب المشاريع الكبيرة والمربحة اللي انت فعلا تستحقها، والاهم انك تجذبها بشكل مستمر، بشكل متوقع مش بالصدفة. يمكن تكون جربت تمشي في السكك التقليدية، ممكن تكون صرفت فلوس ومجهود عشان تطور الويب سايت بتاعك او طبعت بروشورات شكلها افخم، او يمكن بدأت تبقى نشيط على السوشيال ميديا وبتنزل صور لمشاريعك، لكن في اغلب الاحيان النتائج بتكون محبطة جدا. تلاقي استفسارات بتيجي كل فين وفين، ولما يجي عميل تلاقيه بيكلمك عشان يقارن سعرك بسعر خمسة تانيين، وتحس ان المنافسة شرسة لدرجة انها حولتك لسرعة، مجرد رقم في عرض سعر، مع انك بتقدم قيمة وخبرة حقيقية. النتيجة النهائية للمعادلة دي ايه؟ انك بتعيش في دوامة، دورات من الوفرة والجفاف. شهرين ثلاثة تلاقي عندك شغل كتير جدا ومزنوق، وشهرين ثلاثة تانيين بعدهم قاعد قلقان ومستني المشروع الجاي هيجي منين وامتى. ده غير الاحساس المرهق انك عالق في حلقة مفرغة، حلقة من العمل جوه المشروع بدل ما تشتغل على المشروع التجاري بتاعك علشان يكبر. السلسلة دي اتولدت من قلب الإحباط ده. السلسلة دي مش مجرد شوية نصايح في التسويق هنا أو هناك، دي دعوة صريحة لإعادة التفكير بشكل جذري في الطريقة اللي انت بتبص بيها للبيزنس بتاعك كله. الرسالة الأساسية اللي عايز أوصلها لكم بسيطة جدا، لكن صدقوني عميقة جدا وهتغير كل حاجة. قبل ما تفكر في الإعلانات، قبل ما تفكر في التسويق، في 10 تحولات أساسية لازم تحصل الأول. تحولات في طريقة تفكيرك وفي نموذج العمل بتاعك. السلسلة دي هي الدليل بتاعك، هي المخططات الهندسية اللي هتساعدك تعيد هندسة الأساس اللي قايم عليه مكتبك أو الشغل بتاعك عشان يكون جاهز بجد للنمو الحقيقي والمستدام. خليني أقولها لك بصراحة، المشكلة الحقيقية مش في قلة التسويق، المشكلة إن المنتج نفسه اللي أنت بتحاول تسوقه اللي هو مكتبك أو ممارستك الهندسية مش متصمم هيكليا علشان ينمو. أنت بالظبط عامل زي اللي بيحاول يركب موتور طيارة نفاثة على عربية كارو بيجرها حصان. مهما كان الموتور قوي العربية هتتكسر ومش هتتحرك. لازم نصلح العربية الأول. في الرحلة بتاعتنا اللي متكونة من 10 محاضرات هنمسك كل الافتراضات القديمة اللي تربينا عليها في التسويق وهنفككها واحدة واحدة، وهنبني مكانها أسس جديدة وصلبة. هنطبق نفس المنطق الهندسي، نفس الدقة، نفس المنهجية اللي بتستخدمها في تصميماتك، بس المرة دي هنطبقها على تصميم ماكينة النمو بتاع البيزنس بتاعك. استعد عشان تتحول من مجرد مهندس معماري شاطر او مهندس مدني خبير لمهندس نمو. فيلا بينا نبدأ. بس قبل ما نبدأ أي حل لازم الأول تشخص المشكلة بعمق. ليه الطرق التقليدية اللي معظمنا بيعتمد عليها فشلت أو ما بقتش كفاية؟ أغلب المكاتب الهندسية بتقوم على 3 ركائز أساسية للنمو. أول ركيزة هي السمعة أو التوصيات، الword of mouth. طبعا دي حاجة قوية ومهمة جدا ومحدش ينكر قيمتها، لكن مشكلتها في إيه؟ مشكلتها إنها غير قابلة للتحكم أو التوقع. أنت ما عندكش أي سيطرة عليها. الاعتماد عليها لوحدها عامل بالظبط زي المزارع اللي مستني السماء تمطر عشان يروي ارضه. ممكن تمطر وممكن لا، وما ينفعش تبني بيزنس مستدام وقائم على مجرد الامل. الركيزه التانية هي العلاقات الشخصيه والنتوركينج، ودي كمان ضروريه جدا ومهمه، لكنها برضو محدوده جدا، محدوده بحجم شبكه علاقاتك، ومحدودة بوقتك، ومحدودة بمجهودك. دي استراتيجية صعب جدا تتوسع فيها. فكر فيها كده، ايه اللي بيحصل لما بتكون مشغول جدا في تنفيذ مشروع كبير؟ كل مجهوداتك في بناء العلاقات بتقف تماما، وبالتالي تدفق المشاريع المستقبلية هو كمان بيقف، فبترجع تاني لنفس الدوامة، دوامة الوفرة والجفاف. أما الركيزة الثالثة وهي الأخطر فهي المناقصات وتقديم عروض الأسعار للمقارنة. دي أسرع سكة ممكن تمشي فيها عشان تدخل في سباق نحو القاع. المناقصات بتحطك في مقارنة مباشرة ودموية مع كل المنافسين على أساس السعر وبس. بتلغي تماما قيمة خبرتك، قيمة إبداعك، وبتحولك لمجرد مقاول قابل للاستبدال. اللي هيقدم أقل سعر هو اللي هياخد الشغل. المشكلة في الركائز الثلاثة دول مش إنهم غلط، المشكلة إنهم ببساطة ما بقوش كافيين لوحدهم أبدا في السوق بتاع النهاردة.
السوق اتغير تماما عن 20 سنة فاتوا. العميل دلوقتي بقى مثقف اكتر، بيعمل بحث، بياخد القرارات بحذر اكتر، وعنده اختيارات لا نهائية بفضل الانترنت. العميل ما بقاش بيدور على مهندس كويس وخلاص، هو بيدور على حلول لمشاكله، بيدور على شريك يثق فيه، حد ياخد بإيده ويعديه رحلة البناء أو التصميم المعقدة والمليانة مخاطر. وهنا بقى بنقع في الفخ الكبير، وهو فخ التسويق السطحي. لما الطرق التقليدية دي ما بتجيبش نتيجة، رد فعلنا الطبيعي ايه؟ يلا بينا على الديجيتال ماركتينج، نعمل حملة اعلانات على الفيسبوك، او نفضل ننشر صور شغلنا على انستجرام. لكن اطلاق اي حملة اعلانية من غير ما نصلح نموذج العمل الاساسي بتاعنا، عامل بالظبط زي ما قلت لكم، زي اللي بيصب ميه في جردل المخروم. هتجذب انتباه وهتجيلك لايكات وكومنتات، لكن هتفشل تماما في انك هتحول الانتباه ده لبزنس حقيقي ومربح. ليه؟ لان الاساس بتاعك ضعيف ومهزوز. من كده السلسله دي مش هتكلمك عن ازاي تصلح تسويقك، انا هكلمك عن ازاي تعيد بناء الاساس اللي قايم عليه البيزنس بتاعك كله، بحيث ان التسويق بعد كده يبقى مجرد امتداد طبيعي ومنطقي للقيمه الحقيقيه اللي انت بتقدمها. وهنا بقى تيجي الفكره الكبيره، فكره التحولات العشره لهندسه النمو. بدل ما نجري ورا الحلول السريعه والمسكنات، احنا هنمشي مع بعض في رحله منهجيه، رحلة مكونة من 10 تحولات جوهرية، كل تحول منهم هو بمثابة تغيير في العدسة اللي انت بتبص بيها على البيزنس بتاعك. كل تحول بيرسي حجر لزاوية جديدة في أساس مكتبك. التحولات دي مش خطوات منفصلة، دي تعتبر طبقات بتتبني فوق بعضها عشان في النهاية تشكل هيكل قوي ومستدام للنمو. طيب خلونا ناخد فكرة سريعة عن خريطة الطريق دي اللي جهزناها لكم. هتلاقي فيه ملف انفوجرافيك كده احنا حاطينه مع المحاضره دي، تقدروا ان انتوا تطبعوه، بيلخص التحولات العشره دي في هندسه النمو. الانفوجرافيك ده بيقارن ما بين الفكر القديم والفكر الجديد لكل مبدا منهم، عشان يكون مرجع سريع وخريطه طريق معاكم طول السلسله. هتلاقوه في قسم المرفقات اللي موجود في الرابط اللي تحت الفيديو. التحول الأول هو الانتقال من عقلية الفني لعقلية رائد الأعمال. الفكر القديم بيقول إن نجاحي بيتقاس بمدى شطارتي في تنفيذ المشاريع الهندسية، فتلاقي نفسك غرقان في التفاصيل الفنية، بتشتغل ساعات طويلة عشان تضمن جودة كل خط وكل حساباتك. لكن التحول الجديد بيقول إن نجاحي بيتقاس بمدى قدرتي على بناء نظام عمل بينفذ المشاريع الهندسية دي بكفاءة وربحية. هتكتشف إن أعظم مهاراتك الفنية ممكن تكون هي نفسها أكبر عائق بيمنعك تشوف الصورة الكبيرة. وده أول وأهم تحول ذهني هنبدأ بيه. التحول الثاني هو الانتقال من بيع الخبرة لبيع اليقين. الفكر القديم بيقول إن العملاء بيشتروا سنين خبرتي والبورتفوليو بتاعي، فبتركز على إبراز شهاداتك والمشاريع اللي أنت عملتها. أما التحول الجديد بيقول إن العملاء بيشتروا راحة البال وتقليل المخاطر. هتتعلم إن أكبر مخاوف العميل مش فنية، مخاوفه هي ان الميزانية تزيد، المشروع يتأخر، او التنفيذ يطلع وحش. خبرتك هي الأداة، لكن اليقين ده هو المنتج الحقيقي اللي انت بتبيعه. التحول الثالث هو الارتقاء من مجرد مقدم خدمة للشريك استراتيجي. الفكر القديم بيقول ان مهمتي اني انفذ طلبات العميل باحسن شكل ممكن، انت مستني لستة الطلبات عشان تبدأ شغل. اما التحول الجديد بيقول ان مهمتي اساعد العميل يحقق احسن نتيجة ممكنة لمشروعه. هنا هتتحول من دور المنفذ اللي مستني التعليمات لدور الشريك اللي بيشارك في صنع القرار. التحول الرابع هو الانتقال من التسعير بناء على التكلفة إلى التسعير بناء على القيمة. الفكر القديم بيقول إن سعري هو تكاليفي زائد هامش ربح معقول. انت محبوس في حسبة ساعات الشغل وتكاليف الخامات، لكن التحول الجديد بيقول ان التكلفة بتحدد الحد الأدنى لسعري، لكن القيمة اللي بقدمها هي اللي بتحدد الحد الأعلى. فهنتعلم مفهوم اسمه مضاعفات القيمة أو الفاليو مالتيبلايرز، وإزاي تهندس عروضك عشان تبرر سعر أعلى وإنت واثق من نفسك. وبالمناسبة عشان المصطلحات دي ممكن تكون جديدة شوية، فإحنا جهزنا لكم في المرفقات دليل اسمه مصطلحات مهندس النمو، هتلاقيه بيشرح كل المفاهيم الأساسية دي عشان نوحد اللغة ونفهم ونعمق الفهم. التحول الخامس هو التحول من الطبيب العام إلى الجراح المتخصص. الفكر القديم بيقول إنك لازم تكون جاهز عشان تقدم أي خدمة لأي عميل يخبط على بابي. أنت خايف إنك ترفض أي مشروع عشان الفرصة ما تضيعش، لكن التحول الجديد بيقول إن قوتي في تركيزي، إنه أنا الاختيار الأفضل لنوع معين من العملاء والمشاريع. هنكتشف مع بعض القوة الجبارة للتخصص بإذن الله.
التحول السادس هو الانتقال من ادعاء الخبرة إلى إثبات الخبرة، لأن الفكر القديم بيقول إن البورتفوليو بتاعي هو الدليل الوحيد على خبرتي. أنت معتمد على الصور الحلوة عشان تقنع الناس. أما التحول الجديد بيقول إن ثقة العميل بتتبني قبل أول مكالمة تليفون. في المشاريع الكبيرة الثقة أهم من السعر. هتتعلم إزاي تبني بنك الثقة ده بشكل ممنهج. التحول السابع هيكون من بيع خدمات مخصصة لبيع منتجات خدمية. الفكر القديم بيقول إن كل مشروع حالة خاصة، وكل عرض سعر لازم يتعمل من الصفر. بتضيع وقت رهيب في إعداد عروض أسعار معقدة ومفتوحة. أما التحول الجديد بيقول إنك ممكن تحول خبرتك لباقات واضحة وسهلة الشراء. فهتتعلم مفهوم منتجة الخدمات أو productized services، إزاي تحول خدماتك لمنتجات بسعر ثابت ومخرجات واضحة. التحول الثامن هو الانتقال من الجهود العشوائية إلى النظام المتكامل. الفكر القديم بيقول إنك محتاج عملاء محتملين أكتر، فتركيزك كله بيبقى على جذب الانتباه وخلاص. أما التحول الجديد بيقول إنك محتاج تصلح الجردل المخروم بتاعك الأول. هنا هنكتشف ليه معظم جهود التسويق بتفشل من قبل أصلا ما تبدأ. وقبل ما تبدأ في ده أنا عايزك تبدأ بنفسك. هتلاقي في المرفقات ورقة عمل تفاعلية للتشخيص الذاتي اسمها تقييم نضج ممارستك الهندسية. الورقة دي هتساعدك انك تقيم بنفسك وتحدد فين الخروقات او الثقوب دي في نظامك الحالي. ده التحول التاسع اللي هو الانتقال من التسويق كفن الى التسويق كعلم. الفكر القديم بيقول ان التسويق ده ابداع وحظ، بتعمل حملة وتدعي ربنا انها تنجح. اما التحول الجديد بيقول ان النمو لازم يكون قابل للقياس والتوقع، زي المبنى اللي بصممه بالظبط. فهتلاقينا بنتكلم بلغتك الهندسية، لغة الأرقام والنتائج المتوقعة. وأخيرا التحول العاشر اللي هو التحول من مجرد مهندس إلى مهندس نمو. الفكر القديم بيقول كويس أنا اتعلمت شوية أفكار جديدة، لكن الحقيقة أنت بتجمع معلومات نظرية. لكن التحول الجديد بيقول أنا دلوقتي معايا المخططات التنفيذية عشان أبني ماكينة النمو بتاعي. ففي المحاضرة الأخيرة هنجمع كل الخيوط دي مع بعض، وهنوضح الفجوة ما بين المعرفة والتنفيذ، وهنجهزك للخطوة اللي بعدها. لاحظوا ان ال10 تحولات دول ما فيهمش ولا كلمة عن اعلانات فيسبوك او تحسين محركات البحث. ليه؟ لانهم بيتكلموا عن بناء الموتور الاساسي بتاع البيزنس بتاعك. لما تنجح في تطبيق التحولات دي، اي تكتيك تسويقي هتعمله بعد كده تأثيره هيكون اقوى 10 اضعاف. طب السلسلة دي لمين بالظبط؟ السلسلة دي متصممة مخصوص ليك لو انت واحد من دول. لو انت مهندس معماري او مدني مستقل، عندك مهارات فنية رهيبة بس بتكافح عشان تحولها لتدفق مستمر من المشاريع المربحة. لو انت صاحب مكتب هندسي صغير او متوسط وحاسس انك وصلت لسقف نمو معين وعاوز تبني نظام يخليك تتوسع. لو انت مدير تطوير اعمال في شركة هندسية وبتدور على استراتيجيات جديدة ومنهجية عشان تحقق نتائج قابلة للقياس. او لو انت اي محترف في مجالنا زهقت من المنافسة على السعر وعاوز الناس تقدرك بقيمتك الحقيقية وخبرتك. لو حاسس انك بتشتغل بجد اكتر من اي وقت فات بس مش بتتقدم بالسرعة اللي تستحقها. لو مؤمن ان في طريقة احسن واذكى عشان تنمي مكتبك، فالسلسلة دي هي نقطة البداية اللي انت كنت بتدور عليها. طب ايه هي خطوتك الجاية؟ انت على وشك انك تبدأ رحلة هتغير نظرتك للبزنس بتاعك للأبد. دي مش مجرد معلومات، ده نظام تشغيل جديد لممارستك الهندسية. عشان كده بطلب منك انك تتعامل مع السلسلة دي بنفس الجدية اللي بتتعامل بيها مع اي مشروع تصميمي حاسم. خصص وقت، شوف المحاضرات، خد ملاحظات، والاهم من كل ده انك تبدأ تفكر ازاي تطبق كل تحول من ده على البيزنس بتاعك. وقبل ما تبدأ في المحاضرة الأولى عايزك تعمل حاجة مهمة جدا. هتلاقي في المرفقات ورقة عمل اسمها خارطة طريقي نحو النمو. دي أداة عملية هتساعدك تحدد أهدافك وتحدياتك الحالية قبل ما تبدأ السلسلة دي. دي هتهيئك ذهنيا للتحول اللي جاي. كل محاضرة بتبني على اللي قبلها، فالالتزام بالرحلة كاملة هو مفتاح تحقيق التحول الحقيقي. طيب هل انت مستعد انك تحط حجر الاساس الاول؟ يلا روح دلوقتي على المحاضرة الاولى، هتلاقي اسمها الفخ الاول للممارس المستقل، العمل في المشروع وليس على المشروع. وخلينا نبدأ نعيد هندسة مستقبلك المهني مع بعض بإذن الله. يلا اشوفكم في المحاضرة الاولى.